اهلا بيكم. حديثنا هيكون عن صفقة الاهلي الجديدة وهي محمد علي بن رمضان. يلا بينا نبدا. قبل ما نبدا طبعا انتوا عارفين هتعملوا ايه، هتعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم جديدنا اول باول. معاكم يوسف عمرو من برنامج وتكتكس. يلا بينا نبدا. صفقة محمد علي بن رمضان، طبعا كلنا عارفين ان الاهلي اتفاوض معاه كذا مره من ايام لما كان في الترجي ولكن طبعا الترجي طبعا كان بيرفض، تمام، وطبعا يفضل ان هو يبيعه للنادي المجري. طب تمام، حلو. طب ليه؟ اولا انتقال محمد علي بن رمضان للنادي الاهلي مش سهل، قولا واحدا يا جماعه مش سهل. فكره ان لما اللاعب بتاعهم يروح للمنافس بتاعهم في افريقيا فدي يا جماعه مش سهله عليهم. اللاعب يا جماعه مضغوط، فالصفقه يا جماعه مش سهله، ودي سبب من اسباب برضو ان الصفقه كانت كذا مره بتتعثر حتى لما كان في النادي المجري، لان اللاعب برضو كان بيتعرض، لان هو كان مقدر وعارف ان هو هيتعرض لكم ضغوطات كبيره. تمام. ده محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان بتاع لكم على مميزاته، هو يشبه امام عاشور في بعض السيناريوهات. تمام. اللاعب ده بيلعب رقم 8، تمام، زي امام عاشور كده، وبيلعب برضه وايضا برضه يجي اللعب في كل مراكز الوسط 6 8 10. تمام. طب بيعمل ايه؟ اول حاجه اللاعب ده سريع ومهاري جدا، تمام، بيروح على الاطراف بحيث ان هو يغطي طبعا ياخد طبعا دور زميله اللي طبعا اللي بينزل طبعا في العمق. تمام، حلو جدا. تمام. بل وكمان استغلال بسبب وطبعا عشان يستغلوا طبعا سرعاته ومهاراته، بيقوم طبعا بدور الجناح بشكل كويس جدا. الراجل ده قوي جدا سواء في الادوار الدفاعيه او في الادوار الهجوميه. تمام. الراجل ده شرس جدا في استخلاص الكوره وفي قطع الكوره. تمام. شرس بالمعنى الحرفي وشرس دفاعيا. تمام. وقادر ان هو يرجع لك الاستحواذ تاني، وبيلعب على المساحات الضيقه زي ابراهيم دياز كده مع نادي ريال مدريد، وقادر ان هو يخرجك ويحررك من تحت من تحت ضغط. طب تمام. ده بالنسبه طبعا لمين؟ لمحمد علي بن رمضان. بيدخل طبعا للعمق الهجومي بشكل كويس جدا، وكل ده طبعا بيعمله مين؟ بيعمله امام عاشور. تمام. ده بالنسبه لمحمد علي بن رمضان، وزي ما قلت لكم بيعرف يتوقع الكوره اللي بتجيله. سعره على ترانسفير ماركت 2 مليون يورو او 2.5 مليون في الرينج ده، يعني سنه 25 سنه، صغير يعني في سن امام عاشور. واللي قلت لكم دلوقتي ده بيعملوا فعلا مع مين؟ بيعملوا فعلا امام عاشور. الراجل ده شرس جدا وقوي جدا في الالتحامات الثنائيه، بالمعنى الحرفي لا قوي جدا. تشوفه تقول عليه اللاعب ده مهاجم، استحاله يكون مدافع، قصدي استحاله يكون نص ملعب، والله العظيم. تشوفه تقول عليه ان هو تقول عليه انه مهاجم. ده بالنسبه لمين؟ لمحمد علي بن رمضان. اللاعب ده بينفذ الكرات الثابته بشكل كويس جدا، بينفذ ضربات الجزاء بشكل كويس جدا، مميز جدا في العاب الهواء. تمام، مميز جدا في العاب في العاب الهواء. تمريراته بسم الله ما شاء الله جميله جدا 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 جدا. ده تمريرات مين؟ محمد علي بن رمضان. اللاعب بسم الله ما شاء الله تسديداته حلوه جدا، شخصيته حلوه جدا طبعا في الملعب. تمام. بيلعب طبعا برجليه واللي يعجبك ان هو بيلعب طبعا برجليه الاثنين، وهيفيدك طبعا في كل مراكز نص الملعب. تمام. محمد علي بن رمضان تعالوا نجيب لكم ارقامه. مع الترجي لعب 134 ماتش، سجل 34 هدف وصنع 6، اي مساهم في 30 هدف يعني. مع طبعا النادي المجري في اول موسم لعب 74، سجل 8 وصنع 11. الموسم الثاني لعب 34 سجل 6 وصنع 3. ومع المنتخب التونسي 46 مباراه وسجل 3 اهداف بس. يعني اللاعب ده اللي يعجبك ان هو هداف. محمد علي بن رمضان ده هداف ولاعب مميزات كويسه جدا، وان شاء الله هتكون صفقه كويسه جدا. هيكون في ثنائيه حلوه جدا مع امام عاشور، بعد ما كان عندك واحد بس اللي بيخرج من تحت ضغط، لا انت دلوقتي بقى عندك 2 يقدروا يخرجوك من تحت ضغط. بس كده طبعا، ودي كانت نهايه حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.